تصدق يا او لا تصدق. يا هنا هذا الفيديو هذا نقسم لكم بالله العلي غادي نصدمكم بالاثمنه ديال البصله في الجزائر. تخيل معايا، تخيل اللي نهارا صباحا مساء تقولوا الجزائر عندها الطابور اللي السلاح عليه مانيش عارف طا غير تهضروا، وانتم البصله راهي واصله عندكم ازمه، واصله عندكم 16 درهم. وإلا قلت لكم الثمن غادي نكملوا الفيديو حتى الاخر. والله الاخوان ديالي المغاربه والسلعه ديالهم محليه يسمعوا صدمه. لولا البصله الخضاريه ولولا السلع اللي دخلت من برا ديال هولندا وديال اسبانيا، فالبصله ديالنا غتكلف 15 درهم بالجمله في سوق الجمله، وبرا يقدر ياكلها المواطن ب 20 درهم. العالم يعني شمال افريقيا كاع كيعرفوا ان المغرب يعني كيصدر للسوق الاوروبيه الخضروات، وحنا ولينا هولندا واسبانيا هما يصيفطوا لنا البصله. دونك غادي نصدمكم، الثمن ديال الخضروات والبطاطا والبصل في الجزائر غادي تصدموا، وغنصرفها لكم بالدرهم ما تخافوش. والبطاطا والبصل شحال غادي يديروا في السوق؟ بطاطا مليحه يدير 6000، البصل 5000. من تساقط أمطار معتبرة أعادت الحياة إلى الحقول وأخضرت الأرض بعد فترة من الجفاف. عادت الابتسامة إلى وجوه الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم أمام موسم واعد بوفرة في الإنتاج وتراجع في تكاليف السقيا. الأول من رمضان كيفاش راكم تشوفوا في الأجواء هنا في هذا السوق؟ الله يبارك خويا، السوق راه يمشي الحال والسوق راه رخيصه، السوق راه ما السومه راه معقوله، السومه راه معقوله. الأسعار كيفاش؟ الاسعار راهي هايله قاعد تضرب ب7 ونص. ها تشوف فيه بصح على حبه تشوف، ها على حبه 7 ونص السوق تاع بودواو. ها الله يبارك. السعر ارتاح تاع نهار اليوم، نهارات اللي فاتوا زاد نقص؟ ما زاد ما والو، قاعد هكذا 7 ونص، مازال لي 7 ونص. من ولد السفره اللي هنايا كيجبده الرخيدهاش كل حاجه رخيصه. صاحبك شحراوي بيع ثاني البطاطا. السلام عليكم. السلام صحيت لاباس والله الحمد لله نعمه. 6 ونص هي طاحت. الأعشاب اللي عندك والأسعار تاعها؟ هذه المعدنوس، قزبر، نعناع، زعتره، كرافس والسلق. شحال راهي الأسعار؟ 3000 يعني 3000 فيها 3000. الله يبارك. هنا الرخيدهاش هنا سما سعر السلق راهو بسعر الكزبر وبسعر الله يبارك. بارك ويسلمك. وجولتنا اليوم في مارشي دويره لاحظنا انه سعر البطاطا اليوم ترند هنايا في المارشي هنا. 4500 في متناول الجميع، الناس قاعد تاكل، الناس قاعد تجي تقضي هنايا. البلديات المجاوره هنا قاع اقرب ليهم، دويره، باب حسن، ضراريه، خريسيه، كاع هنا يقرب ليهم يجوا يقضوا منا. كاين كلش، كل انواع الخضر والفواكه موجوده هنايا وبسعر معقول. الناس قاعد تجي تقضي منا على جال الاسوام المعقوله هذه. وكاين كل الاسعار هنايا في المتناول، في متناول الجميع واسعار معقوله. شوف بطاطا 4500 ما تلقاهاش في بلاصه واحده اخرى، يعني تلقاها 7000 7500، هنا 4500. الناس قاعد تشري. طماطيش 6500. وراه شوف رانا في العشر الاواخر تاع رمضان والسمايه مليحه، وان شاء الله احنا ماذا بينا تكون الزيت تهبط. العشر الايام الاخيره تهبط ان شاء الله شويه ان شاء الله. بزاف رحنا تقهرنا بالغلا. والبصله دابا ولا 15 درهم خامجه. لا يعقل هذا الشيء. اي والله البطاطا ولا دايره 8 درهم 9 درهم. شفتوا الاخوان ديالي؟ وريتكم الاسواق ديال الجزائر، راه شفت الملايين ديال الاسواق ديالهم راه نفس الثمن، نفس الثمن الاخوان ديالي. وشوفوا المغربيه اخر المواطن المغربي تقهر بالاثمنه والاسعار، لان المشكله ديال الاحتكار والمافيات في المغرب ديالنا ولاو يصدروها لاوروبا ويصدروها للخارج، ويخليو الشعب مسكين، خليوه الخضره قليله وكتوصل والثمن ديالها كيطلع. والجزائر شوفوا الامن الغذائي اللي عندهم والاثمنه لا تخليو. سمعتوا 7500 6500، الطماطيشه 6500، البطاطا 4500، الربيع والقزبر والمعدنوس والنعناع قال لك 3000. تعرف شحال نصرف لكم شي 7000 راه هي 70 دينار. دابا غادي نصرفوا 7000، غادي تسمعوا 7000 5000 6000 10000، غادي نتوما تخيلوا زعما شي ثمن طالع. نو خويا الدينار غنفهمكم، 7000 هي 70 دينار، و70 دينار الا حولناها بالدرهم المغربي شحال كتعطينا؟ 3 دراهم و50، 3 دراهم و85 على حسب السوق، الصرف ديال السوق. فوالا 7000. والبطاطا قال لك هذاك اللي في البيكوب قال لك البطاطا 4500، يا مام با 3 دراهم يا جدكم.
يا البطاطا 3 دراهم في الجزائر، يا اللي راكم تقولوا ما عندهم حليب، ما عندهم طابور، ما عندهم معدس، ما عندهم. راني شفت هاد في رمضان هادو الاخبار تاع اليوم، هادو الاسعار نتاع اليوم الاخوان ديال العشر الاواخر ديال رمضان، غدوه ان شاء الله بعد غدوه ليله القدر، نقسمكم بالله العلي العظيم الا تصدموا دخلوا اليوتيوب وشوفوا الاسعار ديال الجزائر كي راهي دايره الاسواق، الخضره هكا، والربيع 3000 قال 3000، ادي حتى السلق قال له 3000 هي 30 دينار، 30 دينار كتجي 2 دراهم ولا درهم ونص. وي يا خويا مطيشه 6500 65 دينار، يعني ميم با 4 دراهم 3 دراهم ونص. يا راه يخلع يا جدكم الجزائر، وقلت لكم المنتوج محلي 100%، والمغاربه مساكن كلاو الدق الحريق، ما كاين غير 15 درهم 10 درهم.